السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الأحلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نشارك معكم عصير منعش، عصير اقتصادي، عصير صحي 100% بدون سكر، مع إضافات أخرى كيخليوه يجي أكثر من رائع، لذيذ بلا قياس. إلا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بلي لايك، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، بارطاج مع الأهل والأصدقاء فضلا وليس أمرا. وكنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناة، مرحبا وألف مرحبا، شرفتوني ونورتوني. وبسم الله على بركة الله. المكون الاول هو هاد الباربه هذه، عندي 4 ديال الحبات كيف ما لاحظتوا متوسطين، تقدروا ديروا غير 3، تقدروا ديروا غير 2 على حسب الحجم ديال الحبات ديال الباربه ديالكم. من بعد ما غسلتهم غادي نقيهم وغادي نعاود نغسلهم مزيان، وغادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه. ممكن انكم ديروهم مباشره في الخلاط، انا قلت بلا خصني نحكهم باش هكذا نتاكد بانهما ما غاديش يخسروا لي الخلاط وما غاديش ياخذوا وقت طويل، يعني فاش نكونوا تنطحنوهم. هنا غادي نحكهم بهذه الطريقه هذه، كلشي تيعرف هذه الطريقه هذه. هنا كنبدل البوزيسيون باش ناخذ راحتي. بعد ما حكيت الباربه غادي نضيف لها جوج حبات ديال الموز، يكونوا هكذا طايبين مزيان. يكون اخواتي يكون عندنا يكون البنان طايب ديالنا طايب، هذا الموز هذا راه طايب وحلو، وفيه واحد المذاق يعني اللي زوين معسل. بزاف، بالاخص هاد البنان عندي 2 الصغير. حبات ديال عندي 2 البرتقال، حبات ديال البرتقال، غادي نقيهم غادي بهذا الشكل نقشرهم. هذا. هاد العصير يا اخواتي منعش، العصير كيجي رائع، كيجي لذيذ، كيجي صحي 100% بدون سكر. غادي تلاحظوا معايا المكونات اللي غادي ندير في هذا العصير هذا اللي غادي ما تشبعوش منه. عصير فعلا رائع، فعلا طبيعة الحال. نقينا البرتقال ديالنا، غادي نحيدو دوك الخويطات البيضين وغادي نقطعوه هكذا باش تبان لينا، يبانوا لينا هذوك العظيمات او العلفات. هاد الطريقه كتخلي العظيمات يبانوا لكم، كتحيدوهم بكل سهوله باش حتى واحد ما يفلت لكم. الا درتو العظيمات طاح لكم شي واحد في العصير راه كيدير المروره في العصير بالنسبه للبنيتات المبتدئات. غادي نضيف ايضا التمر اختياري، اللي ما بغاش يضيفو ما يضيفوش، لان عندنا الباربه حلوه، الموز حلو او البنان، البرتقال ايضا حلو. هنا انا قفرتها، شوفوا شحال درت ديال التمر بعد ما غسلته من طبيعه الحال ومسحته، كتكون فيه هكذا الغبره، نحيدو منه هذيك العلفه اللي فيه. وغادي ناخذ الخلاط وغادي ننزل اخواتي جميع المكونات في الكاس ديال العصير، وغادي نضيف الماء يكون بارد، يكون بارد مزيان. هاد العصير اخواتي الا طحنتوه مزيان ما تحتاجوش انكم تصفيوه. غادي نضيف غير شويه الماء باش كي تطحنوا هاد المكونات مزيان. هانتوما على اللون فيه يا سلام، والمذاق ما نعاودش ليكم، ما تخيلوش المذاق ديال هاد العصير شحال لذيذ ومنعش ورائع. وما خفاكمش المنافع اللي كاينه في الباربه، غنيه عن التعريف، باربه اللي زوينه بزاف ولذيذه. وهاد المكونات اللي ضفنا ليها راه كيغطيو على المذاق ديالها، الفريز ولا الخوخ ولا الموز، هادو بثلاثه كيغطيو على المذاق ديال الباربه بصفه نهائيه، كتبقاوش تحسوا بها في العصير ديالكم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. كتضيفوا الماء اللي بغيتو على حساب القياس اللي بغيتو نتوما. انا درتو بين وبين، ما خاطر كتير ما خفيف، يعني متوسط، وانتوما لكم الاختيار، كتضيفوا الماء القياس اللي بغيتو نتوما. كنتمنى فعلا اقتراح اليوم يرقكم وينال اعجابكم. ما تنسونيش بلي لايك، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. كنذكركم فقط وشكرا لكم، وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله، تبقوا بالف خير، وعيد مبارك سعيد لكم والجميع المغاربه ان شاء الله. يا ربي يعود عليكم هكذا بالصحيحه والسلامه وطولة العمر وبالنجاح الوليدات.
وبكل ما كتمناو يا ربي، وبصحتكم وراحتكم.